عليكم احبابي ومشجعي النادي المصري في كل مكان. الف مبروك لجماهير النادي المصري، والف مبروك للنادي المصري، والف مبروك لمستر كامل ابو علي. الف مبروك فوزنا امبارح على نادي الزمالك 1-0. مباراة رائعة. قبل ما اتكلم عن المباراة يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان صوتنا يوصل لجميع انحاء مصر، صوت جمهور النادي المصري العظيم. تفتكروا في بداية الدوري اول مباراة في الدوري لما اتغلبنا من الاهلي 4-0، طلعوا الفيديو ده وانا قلت ايه؟ النادي المصري فرقة كبيرة، مستر كامل ابو علي دفع الملايين مش علشان نبقى في مربع ذهبي او ناخد السابع، او قلت لكم المصري بالفرقة دي لازم ينافس على الدوري. احنا عندنا لعيبه من احسن لعيبه الدوري العام، وهكذا لما الفرقه بدات تتاقلم واللعيبه بدات ان هي تاخد على بعضها، والتشكيل اهم حاجه التشكيل الصح. من زمان واحنا بنقول للكابتن علي ماهر العب ب2 ديفندر، العب، لان محمود حماده تملي بيتقدم لقدام، ففي واحد لازم يسد. مين؟ ايزي ايميكا. صحيح ان ايزي ايميكا مش في احسن حالاته، بس مسمار في خط النص، بيقطع كرات كتير، بيتحكم في اطار المباراه. امبارح اوباما كان ماسكه وما قدرش اوباما يمسك كوره. فالتشكيله الصح هي نتيجه فوز المصري على الزمالك. مباراه رائعه. انا مش عايز اتكلم على كل اللعيبه، ابتداء من محمود جاد حارس مرمى النادي المصري، ما شاء الله رجعت له الثقه. يعني الكره اللي صدها دي يعني صدها من، نقدر نقول من خرم ابره. في لياقه، اذا في مدرب حراس مرمى صح بيشتغل صح. النهارده عندك 4 خط دفاع تقدر تعتمد عليهم، ما شاء الله. السعداوي وكريم العراقي ومنصور وباهر، 4 لا خلاف عنهم. اول ما لعبوا ال4 دول مع بعض بصيت لقيت خط الدفاع كله اتظبط، خط النص ايزي، جلاص، يعني ما شاء الله. النهارده ماسكين خط النص باعلى مستوى. في الهجوم بقى عندنا لعيب ما شاء الله، غلاس جناوي ده ما شاء الله عليه، بس ربنا يبعد عنه الحسد وكلام مدحت شلبي عشان بس الاصابات، قررنا على دغموم جابوا الارض، فربنا يبعد عنه الحسد والاصابات ويكمل. اذا عندنا فرقه دلوقتي محترمه. طبعا لو اتكلمنا مش عايزين ننسى حق المدرب سيد عبد الكريم. الراجل ده ادار المباراه بحكمه رغم غياب علي ماهر، رغم ان علي ماهر كان بيتواصل معاه من المغرب، بس لازم ندي للسيد عبد الكريم حقه. لو هو مش مفتح ذهنه في المباراه وعارف هو بيعمل ايه ما كانش ادار المباراه دي صح. مباراه كبيره رائعه، وانا مبسوط لفوز المصري لعده اسباب. استوديوهات نادي الزمالك ما شاء الله قبل الماتش، ده احنا هنغلب المصري 3، هنغلب المصري 4، تتفرج عليهم بعد المباراة الحزن واليتم ومبروك للنادي المصري. طب ما كان قبل البتاع، امال ايه بس فاتحين 3-4؟ ايه اللي 3-4؟ هو المصري ده فرقة قليلة؟ احنا بنقول مثلا ماتش الاهلي اجى كده، ماتش البنك الاهلي. طب اقول لكم على حاجة، ماتش البنك الاهلي وغلب المصري 4 اجت معاه كده. البنك الاهلي اتهزم بعد ماتش المصري 3 مباريات. ما احنا قلنا بقى ان البنك الاهلي ده فرقه عالميه وبتاع، اتغلب 3 مباريات. فالمباراه جت بالصدفه. انما اقدر اقول ان المصري فرقه جامده، عندها لعيبه من احسن لعيبه في مصر. مستر كامل ابو علي دفع الملايين عشان ننافس على الدوري، وهكذا. فباذن الله المزيد في المباريات القادمه. والف مبروك للنادي المصري ولجماهير النادي المصري اللي زحفت بالالوفات عشان تشجع الفريق، والف مبروك لمستر كامل ابو علي. واقدر اقول له النهارده رجعت فلوسك يا صابر. شكرا.